طبعا تجربة مختلفة اليوم، مميزة بصراحة، وحبيت أجربها. بس بصراحة مو مجربها سابقا، أول مرة بحياتي أجربها. وهي طبعا تجربة الروبة أو الزبادي جاموس بالسياح. يعني هذا الزبادي مو طبيعي طبعا، زبادي جاموس، مو زبادي بقر أو زبادي غنم. لا لا، هذا زبادي موصى به مال جاموس، يعني شيء من الآخر طبعا. مع السياح، أول مرة أجربها بالسياح. يجوز نجربها طبعا بس بالصمون بالخبز. طبعا نجربها أيضا مع المربى، وحدها مع المربى. وأيضا أريد أجرب دبس وراشي بالسياح، ما مجربها سابقا. زين، تابع الفيديو للنهاية حتى تعرفون تقييمي إلها. وهاي التجربة طبعا الغريبة بالنسبة إلي. تابع الفيديو للنهاية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ سياح. طبعا سياح. خلينا نكمل طبعا. طبعا واحد يقول زين هو سياح، يعني شنو فرق عن الخبز او الصابون؟ طبعا فرق كبير طبعا، لانه هذا الرز، هذا الخبز مال رز، يعني مو مال حنطة. بس تكون واضح بالصورة، بس هو مال يعني مال رز، يعني مال تمن. احنا بالعراق هنا نسميه رز تمن، او نسميه احنا سياح طبعا. ما اعرف الدول الباقية شو يسموه، اذا كانوا يستخدموه اصلا. على العموم خلينا نجرب، نقول لكم تقييمي لهاي التجربة. بس بسم الله الرحمن الرحيم. هو المختلف، اي نعم، السياح طعمه مختلف عن الصمون والخبز. بسم الله الرحمن الرحيم. نصب شاي. السياح ماسخ ما بيملح، بس ما واضح، يعني ما واضح بصراحة. يعني نفس الروبة أو الزبادي يسموه بالدول الباقية. بصراحة بالسياح ما واضح، كله ماسخ على ماسخ. ما تحس بالروبة بشكل قوي، ولا السياح بشكل قوي. يعني أعطي التقييم بالأخير. هم ذوقوا مع الروبة مع المربى، أو يغير يعني فكرة. ومعي الروبة مع القلع. احنا يعني بالعادة نسميها قلع، الدول الباقية شو يسموها، يقطين أو ما شابه ذلك طبعا. أعتقد هذا الشيء. سويتية القلع أو اليقطين بحلاوة الروبة مع السياح. مم. مع المذق بين طعم طيب. لما هي الروبة أو الزبادي هذا خرافي، ما جاموس أصلي. لما جاموس براسي متاكلها وحدها خيالي، أو مع الصمون كلش طيب. بس مع السياح، على العموم الروبة مع السياح، والروبة والمربى مع السياح. نعطيه التقييم بالأخير. هنجرب دبس وراشي. هذا دبس وراشي، دبس برحي رهيب، وراش سمسم مطحون، يعني مو مغشوش وهاي. خلينا نجربه مع السياح طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شوف السياح شلون، انا سويته رهيب. خلينا ندوقه. هذا الشيء الثالث اليوم نستخدمه بعد الروبة وحدها مع سياح، والروبة المربع مع سياح. هسه سياح مع الدبس والراشد. طعم عادي، كأنك تاكل خبز وما مغير شي. صراحة اليوم المكسات ما عجبتني هواية، هو طيب الدبس والراشد. تفاجأت من الطعم، يعني الأشياء اللي أريدها ما حصلتها. لا حصلت طعم الروبة الأصلي مثل ما أريد، ولا حصلت طعم الدبس والراشد الأصلي اللي أريد. أعتقد السياح كماكس ما يفهم هاي الأشياء، يعني ما يكتب هذا الشيء. خلينا نجرب الروبة مع الدبس والراشد. هاي ما حد مسويها طبعا. هذا الميكس كل النكهات صراحة تختفي مع السياح. ميكس ما عجبني، وتجربة ما أقدر أعيدها. ما عجبني كلش بس تجربة ما أقدر أعيدها. نقطة تقييمات طبعا من السياح مع الروبة 6.5 من 10، 7 6.5 من 10. مع المربى شوي صعب، 7 7.5. مع الدبس والراشد 7.5. الدبس والراشد مع الروبة يعني 8. هذا الميكس شوية أوضح بين طعم نكهة السبسب، نكهة الدبس شوي وضحت، وطعم الروبة يروح ويختفي ويجي. وهذا تجربتي اليوم، وسلامكم العافية.